الساده المشاهدين بعتنا عشان اطرحها على اللجنه العليا للانتخابات قبل ما تاخد قرار نهائي. يمكن تكون وسيله كويسه او اقتراحات جيده اللجنه تكون قدام عينيها وهي بتاخد قرار فيما يتعلق بالمغتربين وتصويتهم في اللجان المخصصه ليهم. بعد شويه اقولها لكم، بس في اليوم السابع النهارده كنت اتكلمت الصبح عنها، لكن هقرا لكم بالتفصيل الحمله اللي بتجهزها قطر لتشويه الفريق اول عبد الفتاح السيسي. هقرا لكم لانه فيها تفاصيل تخص ايضا الفريق سامي عنان. مهم، علمت اليوم السابع أن قطر ستقود حملة دعائية لتشويه صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد الاستفتاء على الدستور حال إعلان ترشحه بعد الاستفتاء على الدستور بمعاونة من التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، واستغلال بعض الشخصيات التي تحمل عداء لوزير الدفاع في هذا المخطط لنشر أكاذيب وشائعات عنه وأسرته من خلال شاشة القناة العميلة. مصادر أكدت لليوم السابع أن الحملة المشبوهة التي تقودها المخابرات القطرية تعتمد بشكل أساسي على إثارة الفتنة داخل صفوف القوات المسلحة وفتح ملفات شائكة داخل الجيش. أوضحت المصادر أن المخابرات القطرية أسندت لقناة الجزيرة مهمة عمل فيلم وثائقي عن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وعلاقته بمختلف القادة الذين عمل معهم طوال فترة خدمته بالقوات المسلحة، وإظهاره على أنه المخطط الحقيقي لكل ما تم في المرحلة الانتقالية الأولى وتوريطه، لاحظ الكلمة دي، وتوريطه في عملية قتل شهدائنا في رمضان 2012 اللي قتلوهم الحمساويين بمساعدة وتآمر من هذا التنظيم الإخواني وبمعرفة محمد مرسي وجماعته، والتأكيد على أنه خطط لما يصفونه بالانقلاب، ثورتنا يعني، على الجاسوس محمد مرسي منذ أول يوم بعد تعيينه وزير الدفاع بمعاونة عدد من قادة القوات المسلحة. المصادر أكدت حسب ما قالت اليوم السابع أن الفيلم الذي بدأت هذه القناة في التخطيط له سوف يركز على تشويه مسيرة الفريق السيسي والتعرض لحياته الشخصية بشكل سافر. وأكدت المصادر، ركز بقى اللي جاي، يعني عايز حضرتك تستمع جيدا جدا للي جاي، كل كلمة هقولها اسمعها كويس واعرف مغزاها، مغزى الكلام اللي جاي لمن يعي ومن يسمع. والله أكدت المصادر أن المخابرات القطرية سوف تدعم الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق في مواجهة الفريق السيسي، فريق أول السيسي، خلال الانتخابات، وإظهاره إظهار سامي عنان مرة تانية، إظهار سامي عنان على أنه الرجل الأنسب. حاجة غريبة جدا، مش عارف إزاي عمل إيه، مش عارف إزاي. قد يكون هو السائر، قد يكون هو مفجر ثورة 30 يونيو، قد يكون يعني تقريبا الجزيرة هتطلع سامي عنان وقطر انه الفريق سامي عنان هو الذي خطط ورتب ونزل الى شوارع مصر في 30 يونيو يقود الجماهير للثورة على محمد مرسي وتنظيم الاخوان. اعتقد انه هيعملوا فيلم بهذا المعنى، انه سامي عنان هو المحرك الخفي في الاول ثم المحرك الظاهر في الاخر، وهو الممول، وهو الذي ساند الجماهير، وهو الذي انحاز الى الجماهير في ثورة 30 يونيو واصدر بيانا يوم 3 يوليو من بحضور القوى السياسية والاحزاب وفضيلة الامام وقداسة البابا، وهو الفريق سامي عنان اللي القى البيان، وانه اللي القى البيان مش الفريق اول عبد الفتاح السيسي. ممكن على فكرة ممكن يعملوا كده، هيعملوا الحكايه دي،
وهو اللي عمل بيان ويؤكد انحيازه للثوره العظيمه، وانه محمد مرسي مع السلامه في رعايه الله، وان الفريق سامي عنان هو الذي خلص مصر من هذا النظام الارهابي. تعظيم سلام. راجل انسب. ده احنا واضح ان احنا مغيبين. واستغلال ما لديه من معلومات وحقائق تخص المرحله الانتقاليه الاولى في تشويه صوره وزير الدفاع. نفسنا نشوف الكلام ده. نفسنا حد يحاول يعمل الحكايه دي. تاني اقولها، نفسنا حد لو كان في حاجه يعني نسمعها. وإلصاق الكثير من الاتهامات والجرائم ضد الفريق السيسي. أوضحت المصادر أن سامي عنان هو مش كلامي، أنا براكم موجود عليهم السابع ونقل عن مصادر، يعني مصادر أكيد مصادر قوية. أن سامي عنان هو الشخص الخفي الذي تستغله قطر للحصول على معلومات وحقائق عن الفريق أول عبد الفتاح السيسي. كشفت المصادر أن المخابرات القطرية رصدت 300 مليون دولار لتنفيذ مخطط تشويه الفريق أول عبد الفتاح السيسي. لا تعليق. أصلا مش محتاجة تعليق. التعليق في الظروف اللي زي دي تقول كلاما صعبا للغاية. الحاج اشرف السعد، مساء الخير. استاذ احمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ وحشني، اخبارك ايه؟